بكل صراحة كي نسمعوا أخبار كما هذه نحسوا بالفخر، لأن الشباب الجزائري مرة أخرى يثبت أنه يملك الكفاءة والعلم والطموح. البرنامج هذا ما يختارش أي شخص، وإنما يعتمد على منافسة قوية بين عدد كبير من المترشحين من عدة دول. الطلبة الجزائريون السبعة نجحوا في تجاوز جميع مراحل الانتقاء، وهذا بفضل مستواهم الدراسي الممتاز وقدرتهم على القيادة وروح المبادرة، إضافة إلى نشاطهم في خدمة المجتمع. يعني ما كانش التركيز غير على النقاط الدراسية، وإنما حتى على شخصية الطالب وكيفاش يقدر يكون عنصر إيجابي في المجتمع. حسب المعلومات الرسمية، الطلبة المختارون رح يبدأوا مشوارهم الجامعي ابتداء من خريف سنة 2026. مدة الدراسة رح تكون 4 سنوات كاملة داخل جامعات معروفة عالمياً، منها الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة اللبنانية الأمريكية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة. والأجمل من هذا كامل أن البرنامج يتضمن أيضاً فصل دراسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وين يقدر الطلبة يعيشوا تجربة تعليمية وثقافية مختلفة، ويتعرفوا على طرق التدريس الحديثة، ويكتسبوا خبرات جديدة تساعدهم في مستقبلهم. البرنامج هذا معروف باسم قادة الغد، والهدف تاعه هو تكوين شباب عندهم القدرة باش يكونوا قادة في المستقبل، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو التكنولوجيا أو المجتمع المدني أو أي مجال آخر. الاختيار في البرنامج ما يجيش بسهولة. اللجنة تعتمد على معايير دقيقة جدا. أول حاجة المستوى الدراسي، وبعدها القدرات القيادية، ثم روح المسؤولية، وأيضا مدى مساهمة الطالب في خدمة المجتمع. سفارة الولايات المتحدة في الجزائر أعلنت أن البرنامج هذا يهدف إلى الاستثمار في الشباب، لأنهم يؤمنون أن الشباب هو مستقبل البلدان، وأن دعم الطلبة المتميزين رح يخلق جيلا جديدا قادر على تقديم حلول للمشاكل وبناء مستقبل أفضل. القائم بالأعمال الأمريكي مارك شابيرو عبر كذلك على فخره بالطلبة الجزائريين، وقال إنهم يمثلون صورة مشرفة للجزائر، وإنه متحمس يشوف الإنجازات اللي رح يحققوها خلال السنوات القادمة. وهذا الكلام يدل باللي الطالب الجزائري عنده مكانة محترمة في الخارج، خاصة إذا كان يخدم على روحه ويجتهد ويستثمر في العلم والمعرفة. برنامج قادة الغد يعتبر من أهم المبادرات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الحكومة الأمريكية تدعمه منذ سنوات، ويوفر منحا دراسية كاملة للطلبة المتفوقين. البرنامج ما يقتصرش فقط على الدراسة الجامعية، وإنما يشمل كذلك تكوين في القيادة والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والتبادل الثقافي مع طلبة من دول مختلفة. وهذا يسمح للطالب باش يطور شخصيته ويكتسب خبرة كبيرة، ويرجع لبلده وهو قادر يشارك في التنمية ويقدم أفكار جديدة. اختيار 7 طلبة جزائريين هذه السنة يعتبر رسالة واضحة بأن الكفاءات الجزائرية موجودة، وأن شبابنا يقدر ينافس في أكبر البرامج الدولية إذا توفرت له الفرصة. وهذا كذلك يشجع باقي الطلبة باش يجتهدوا في الدراسة ويشاركوا في النشاطات العلمية والتطوعية، لأن مثل هذه الفرص ما تجيش بالحظ، وإنما تجيب العمل والاجتهاد والإصرار. نحن نتمنى كل التوفيق لهؤلاء الطلبة، ونتمنى كذلك نشوف في السنوات القادمة عددا أكبر من الشباب الجزائري يحقق مثل هذه الإنجازات، ويمثل الجزائر أحسن تمثيل في مختلف الجامعات العالمية. وقبل ما نختم، إذا عجبكم هذا الخبر وحابين توصلكم آخر الأخبار المهمة الخاصة بالجزائر والدراسة والرياضة وكل المستجدات، لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك في قناة رادار MA، لأن اشتراككم مجاني وما يكلفكم حتى شيء، لكنه يساعدنا بزاف باش نستمروا ونقدم محتوى أفضل كل يوم. اكتبوا لنا في التعليقات وش رأيكم في هذا الإنجاز، وهل تعتقدون أن الطلبة الجزائريين قادرين يحققوا نجاحات أكبر في المستقبل؟ نحب نقرأ جميع آرائكم ونتفاعل معكم. إذا وصلكم حتى لهذه اللحظة، شكرا لكم من القلب على المتابعة والثقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم حتى يوصل هذا الخبر لأكبر عدد ممكن من الناس. كان معكم أخوكم من قناة رادار MA. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.